طيب الكلام اللي في الفيديو دوت طالع من القلب من غير اي نص ولا تخطيط. استحملني الكام دقيقة دول عشان الكلام اللي في الفيديو ده ممكن يبقى من اهم اللي هتسمعه في حياتك، ومش بأفور في الكلام ده. كتير مننا ممكن يبقى بيعبد ربنا بالظاهر. كل الخلق لو سألتهم بتحب ربنا ولا لأ، ففي نسبة 100% ان هو يقولك مفيش نسبة 0%. تخيل بتسأل واحد في الشارع بتقول له بتحب ربنا ولا لأ، يقوم قايل لك لأ. تخيل. بس بعدين لما تيجي تركز في الموضوع، طيب المفروض انك لما بتحب حد بتعمل له ايه؟ تخيل مثلا دلوقتي انك بتحب واحد وطلبت منك انك تبطل سجاير وتنزل الجيم، وانت بتحبها حب غير طبيعي. بذمتك مش هتعمل اللي هي نفسها فيه؟ وهتبقى في قمة الانبساط والانشكاح وانت بتعمله. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. كتير مننا جاهز انه يزود عبادات بنسبة كبيرة. لو انت قاعد مع شلة مثلا وقمت سائلهم تعالوا يا جدعان نصلي لنا 11 ركعة قيام ليل، ولا تعالوا نصوم اثنين وخميس، في نسبة قليلة ان هم يرفضوا، ما عدا لو هم مثلا كانوا اصلا شلة ضالة من الاول. ده حوار تاني خالص. كلنا جاهزين نزود عبادات، بس في نفس الوقت مهما زودت من عبادات فهيفضل في الاخر في حاجة ثابتة. الشخص اللي انت بتحبه دوت يفضل في حاجات معينة هو بيكرهها، حاجات معينة عشان تتطور في العلاقة ديت لازم تبطلها عشان خاطره. طب احنا ليه مش جاهزين علشان نضحي بحاجات معينة من اجل ربنا؟ ليه لو واحدة قالت لصاحبتها مثلا دلوقتي تعالي نقرا ورد قرآن جزء ولا اي حاجة، نسبة ان هي توافق كبيرة. بس لو سألت نفس البنت يلا دلوقتي حالا نتحجب حجاب شرعي كامل بدون اي نواقص ولا حتت ضيقة ولا فلاتات، بنتردد كلنا في الجزئيات دي. واضرب ده في كل الامثلة، مش شرط في الحجاب بس. انت لازم على فكرة تضحي بحاجات معينة، هو مش كله عبادات وخلاص. هو انت فاكر نفسك هتاخد الطريق السهل وتساعد على ربنا؟ ما العبادات كلنا نقدر عليها، بس التبطيل هو اللي مش كلنا نقدر عليه. تخيل واحد طول ما هو صاحي وهو نايم نفسه بتهفه على ذنب معين يموت ويعمله، والشيطان عمال يقول له في مخه اعمله دلوقتي وابقى توب يا عم بعدها. وممكن يبقى لوحده ومفيش اي حد شايفه، بس هو قلبه بيقول له من جوه إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقولن خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. مش الجرأة اللي بنشوفها بتحصل على ربنا دلوقتي اليومين دول، الجرأة بالمعاصي اللي حوالينا في كل حتة. وطبعا ما شاء الله على المتدينين قاعدين في البلالة، محدش بيتكلم مع صحابه القريبين حتى. وطبعا مش كل الناس، في مجموعة ربنا يكرمهم بيعملوا أفضل مجهود عندهم، لكن في ناس ماشية بمبدأ اللي بيني وبين ربنا وخلاص. أهم حاجة اللي بينك وبين ربنا، بس نصحك للناس ده بينك وبين ربنا برضو. هتقول لي يا عمر أنا مش قادر أضحي علشان ربنا، مش قادر ابطل الذنوب دي، ومش حبا في الدنيا ولا اي حاجة، بس انا نفسي ضعيفة، انا البيئة اللي حواليا مش سامحاني اصلا، وبيئة توديني في 60 داهية، وكل اصحابي صحبة سوء. هقول لك يا صاحبي ان ربنا سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ربنا هنا بيخاطب عباده المؤمنين، ربنا هنا بيخاطبني وبيخاطبك وبيخاطبك وبيخاطبنا كلنا، بيقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. انت دلوقتي عبادتك لربنا هي أهم حاجة، فلو البيئة اللي حواليك مش مساعداك، طب ما أرض الله واسعة، ما كنت تسيبها وتروح في بيئة كويسة عشان خاطر ربنا. يا جدعان احنا محتاجين نكون المبدأ بتاع انك تضحي بحاجة معينة انت نفسك فيها قوي علشان خاطر حد انت بتحبه قوي، علشان خاطر ربنا قال مين ينفعش. وانا لازم اقول زي كل فيديو برضو، انا مش بستثني نفسي، انا بكلم نفسي بالفيديو برضو، بس احنا لازم نستشعر وجود ربنا وعظمته. ادي نفسك اللي هي نفسها فيه يا اخي.
نفسيتك من جوه نفسها ان هي تبقى سوية، نفسها انها تستقيم، انت مانعها ليه؟ يا اخي خليك رحيم بنفسك. يعني انت حبيبتك تقول لك كذا ما ينفعش، يا اما العلاقة ما بيننا قطع، فانت تخش بلطجة وتقول لها لا ينفع، العلاقة عمرها ما هتبقى زي الاول. بس هنا في علاقتك مع ربنا الفرق ان ربنا هنا هو اللي اقوى منك. وبعدين هو لما تقول اوذيت في الله، هو ده معلوش اجر يعني ولا ايه بالظبط؟ لما تبقى منبوذ من الناس اللي حواليك كلهم، لما انت تبقى شايف حاجة تانية غير اللي الناس كلها شايفاه، والناس كلها شايفة لعب ولهو، وانت بسبب اللي ربنا قدرك انك تشوفه قررت انك تجاهد في العالم الصعب بصحبة قليلة جدا. وانت مش كده هيبقى بيطبق عليك الكلام اللي في الآية الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. عارف اني بنسبة كبيرة هترفض من اغلب الناس اللي نفسي صاحبهم، حتى فرص جواز اتقفلت قدامي، بس في الاخر انت صبر وبتتوكل على ربك. ازاي اصلا؟ ازاي في ناس عندهم القدرة دي ان هم يبقوا عايشين بجسمهم على الارض بس قلبهم فوق في السماء مع اللي خلقه؟ هم جابوا الحب ده لربنا منين اصلا؟ اقدر اقولك انه اخر آية في السورة بترد عليك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي يجاهد نفسه وشيطانه والناس اللي حواليه والشهوة بتاعته كله في سبيل انه عايز يحظى بعلاقة الحب دي مع ربنا، كله لانه شاف الدنيا دي فانية قد ايه وما فيهاش اي حاجة خالص، بقى عنده هين انه يسافر في كل انحاء الارض مخصوص علشان يعبد ربنا بسلام وعلشان يطبق اوامره ويتجنب نواهيه. لازم يا جماعة نبقى جاهزين وعارفين ان احنا لازم نضحي. ممكن لما التزم بكل الصلوات هضحي ببعض الوقت اللي كان ممكن اخرج فيه مع صحابي ونفرفش ونعمل. ممكن لما بطل شرب وسهر والكلام ده كله في السن الصغير فانا كده مش هعرف انبسط بشبابي. ممكن يبقى صعب جدا ان اكون صحبة في البداية والاقي كل الناس مبسوطة بصحبتها. ما هو طبعا لما انت تبقى عايز تروح في طريق ربنا فالشيطان هيزين كل الذنوب حواليك، هتلاقي بقى كل الناس مبسوطة وكل الناس عايشة في الشهوات وفي قمة الانشكاح ومفيش سعادة اكتر من كده. هي دي اقصى خدعة للشيطان. حاجة كده زي الواحد اللي عايز يخطف عيل فيقول له تعالى اوديك لبابا، فمش محتاجة كومن سنس انك تعرف ان العيل اللي هيروح مع الشخص اللي يقول له تعالى اوديك لبابا ده في البطاطس خالص. فعشان اختم الكلام ده كله لازم يا جماعة نبقى جاهزين ان احنا نعمل التضحيات الواجبة. كفاية النظرة الذهبية للدنيا دي، انت عايز ايه منها؟ يعني انت هتستفيدي ايه لما تلبسي بنطلون ضيق والرجالة تبصلك دلوقتي؟ خلي السؤال ده جوه قلبك وردي فعلا. بذمتك انت هتستفيد ايه لما تبان شبح وتقعد تشتم في الناس كلها وتخش على صاحبك تقول له ايه يا ابن فكر برضو. خليك جاهز انك ممكن في الدنيا دي تاخد ديسلايك، خليك عارف انك ممكن هنا في الدنيا تاخد ديسلايك كتير، بس خليك عارف برضو انك قاعد بتاخد فوق لايكات السماء والارض. خليك عارف انك مجاهد، انت يلي صابر على اصحابك وعمال تنصحهم برضو وبتحاول تعلم الدين لغيرك. انت بتجاهد عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، انت اللي ألزم نفسه بالورد اليومي والحفظ، انت اللي تدبرت التفاسير وقريت الاحاديث في الوقت اللي الناس كانت قاعدة بتلعب. فحاول تقول لي، وممكن حب الدنيا يبقى كبير قوي في قلبك مش قادر تتغلب عليه، بس خليني اقول لك انه الذين امنوا اشد حبا لله.